لو انا حابب اعرض عناصر 2 ست مع بعض، يعني اتحاد عناصر الاتنين ست، يعني عايز اقول له هات عناصر الاتنين ست مع عدم تكرار اي قيمة، لان قد يكون العنصر موجود في الاتنين ست مع بعض، فانا فقط عايزه يعرض لي واحد بس منهم. طيب، هنا عندنا ثلاث طرق اننا نعرض اتحاد عناصر 2 ست مع بعض. الطريقة الاولى ان انا مثلا هعرف الست اسمها ايه وعناصرها بالشكل اللي قدامي ده، وهعرف ست اسمها بي عناصرها بالشكل اللي هو قدامي ده، وبعد كده بقول له برنت ايه الشرطه اللي واقفه دي بي. برنت ايه الشرطه اللي واقفه دي بي. دي معناها ايه؟ هيجيب عناصر المجموعتين مع عدم تكرار اي قيمه، ومن غير ما يعمل اعاده ترتيب للعناصر دي لانه بيتعامل مع سترينج. يبقى هيعمل ايه؟ هيروح يرجع لي او يعرض لي عناصر المجموعتين مع بعض مع عدم تكرار اي قيمه. ليه؟ لان قد يكون احمد هنا وهنا احمد، او هنا علي وهنا علي، فانا عايزه يجيب لي عناصر المجموعتين مع عدم تكرار اي عنصر، ويعمل لي ايه؟ ترتيب بس بناء على الحاجه اللي هو بيرتب عليها، مش الترتيب اللي احنا عارفينه بتاع الارقام. وبالتالي لما اقول له رن هيجيب لي عناصر التو سيتس، عناصر التو سيتس مع حذف التكرار، وبيرتبها ترتيب هو عارفه غير الترتيب العادي بتاع الارقام اللي احنا عارفينه. الطريقه الثانيه ان انا استخدم الامر اللي اسمه يونيون. استخدم الامر اللي اسمه ايه؟ يونيون. انا عندي التو سيتس زي ما احنا عارفين اهم، عرفت ايه وعرفت بي، والاثنين سيتس وفيهم العناصر اللي احنا شايفينها دي. لما اقول له برنت ايه دوت يونيون بي، كاني بقول له بالظبط هات لي اتحاد التو سيتس مع بعض، يعني رجع لي عناصر التو سيتس مع بعض مع الاخذ في الاعتبار احذف العناصر المكرره، ورتب لي الترتيب بقى اللي انت عارفه بالنسبه لترتيب السترنج، زيها بالظبط زي الامر اللي فوق ده. وبالتالي لما اقول له رن هيعرض لي نفس اللي عرضه قبل كده. فالامر يونيون زيه زي الامر اللي هو ايه اللي هو فوق ده، ايه علامه بي، علامه واقفه كده بي. كويس جدا. الامر الثالث برضو اقول له بي يونيون ايه. اقول له بي يونيون ايه. اول لما اشوف كلمه يونيون معناها ان انا بجيب اتحاد عناصر مجموعتين مع بعض، وبالتالي هيرجع لي عناصر المجموعتين مع بعض مع الاخذ في الاعتبار حذف العناصر المكرره والترتيب بناء على الحاجه اللي هو بيرتب على اساسها، بس الترتيب بتاع السترنج غير الترتيب بتاع الارقام اللي احنا عارفينه. وبالتالي رجع لي نفس النتيجه اللي هو رجعها قبل كده. لو بصينا فوق هلاقي برضو بدأ بسيف وبعد كده محمد ومحمود او ايا كان، لان أنا قلت لك ايه؟ الترتيب بتاعه غير الترتيب بتاع الحاجه اللي احنا عارفينها مع الارقام. ترتيب الارقام بيبقى ترتيب تصاعدي او ترتيب تنازلي زي ما قايل له، لكن في ترتيب السترنج بيبقى له حاجات تانية او له اعتبارات تانية في الترتيب غير الاعتبارات اللي ماشيه مع الارقام. طيب، لو انا قلت لك انا عايز اعرض او اجيب التقاطع ما بين مجموعتين. يعني ايه تقاطع؟ يعني ما هي العناصر المشتركه بين مجموعتين. هستخدم امر اسمه and. هستخدم امر اسمه ايه؟ and. A and B، او B and A، او B intersection A، او A intersection B. الامر ده بيجيب لي ايه؟ بيجيب لي العناصر المشتركه ما بين مجموعتين. وبالتالي لما اعرف ست اسمها ايه عباره او عناصرها عباره عن مجموعه العناصر دي، وست اسمها بي عناصرها برضو هي عباره عن مجموعه العناصر دي كلهم سترنج. لما اقول له بقى بي او A and B، احنا هنا شغالين هنا تحت هنا دلوقتي. لما اقول له A and A، لما اقول له A and B هيقول لي ايه؟ هيروح يرد لي بالعناصر المشتركه ما بين A و B. اهو هيقول لي فقط العناصر المشتركه علي وخليل ومحمد. لو بصينا فوق هنلاقي علي في في الست اللي فوق، وعلي موجود هنا في الست اللي تحت اهو، وهلاقي خليل في الست اللي فوق وخليل موجود في الست اللي تحت اهو، ومحمد موجود في الست اللي فوق وموجود في الست اللي تحت اهو. لو اتحركنا كده يمين شويه هنلاقي ايه؟ هنلاقي محمد اهو، موجود محمد عندنا بالشكل ده. وبالتالي لما اقول له A and B كما لو كنت بقول له بالظبط بعد اذنك روح
هات لي العناصر المشتركه ما بين تو سيتس وبيرجعهم مرتبين مع الاخذ في الاعتبار عدم تكرار البيانات. نفس الامر هقول له بي اندد مع ايه، هيديني برضو الثلاث عناصر اللي هو رجعهم في الاول وبرضو مرتبين ومع الاخذ في الاعتبار عدم تكرار ايه، عدم تكرار ال العناصر اللي هي مكرره. ينفع اقول له برضو بي انترسكشن ايه. اول ما اكتب كلمه بي دوت انتر هتلاقي كلمه ايه انترسكشن طالعه لك، تضغط عليها انتر وتدي له العنصر اللي انت عايز تعمل معاه انترسكشن اللي هو كان الست اللي اسمها ايه. وبالتالي لما اقول له رن الشويه دول هيقول لي برضو نفس النتيجه اللي انا قلتها قبل كده. يبقى لو انت عايز ترجع ما هي العناصر المشتركه بين مجموعتين او اكتر هتستخدم الامر اللي اسمه ايه؟ هتستخدم الامر اللي اسمه اند، سواء كانت الليست الاولى اند الليست الثانيه او الليست الثانيه اند الليست الاولى، او تستخدم الامر اللي اسمه انترسكشن. تستخدم الامر اللي اسمه ايه؟ انترسكشن. طيب لو عايز اقول له انا عايز جميع عناصر المجموعتين ما عدا العناصر المشتركه، انا لما قلت له هات لي جميع عناصر المجموعتين مع حذف المكرر راح استخدمت الامر اللي اسمه يونيون. الامر اللي اسمه ايه؟ يونيون. كويس. انا برضو عايز اقول له ايه؟ هات لي جميع عناصر المجموعتين ما عدا العناصر المشتركه. يعني ايه؟ يعني احذف العناصر المشتركه خالص. احذف العناصر المشتركه اطلاقا ما تجيبها ليش. مش بس احذف المتكرر، لا، احذف كل العناصر المشتركه. بستخدم الامر اللي اسمه هات زي ما احنا شايفين بالشكل ده، هو شيفت 6 من الكيبورد. A هات B اللي هي كانت علامه الاس اللي قبل كده اللي كنا بناخدها في الاكسل. انا بقول له ايه اهو عرفت تو سيتس A وB وعناصرهم زي ما احنا شايفين بالشكل ده. لما اقول له برنت A هات B معناها ايه؟ معناها بقول له هات لي جميع عناصر المجموعتين مع حذف العناصر المشتركه. احذف خالص، مش تجيبها لي بقى وتحذف المتكرر، لا، احذف لي العناصر المشتركه خالص. وبالتالي لما اقول له F9 هيقول لي اهو شوف، ده فرق كبير جدا بين الامر بتاع يونيون والامر اللي احنا ايه اللي اسمه هات. يبقى هنا بقول له هات لي جميع عناصر المجموعتين ما عدا العناصر المشتركه، يعني احذف العناصر المشتركه خالص. مش بس انت بتحذف المتكرر، لا، احذف العناصر المشتركه خالص. قال لي نفس الامر ده امر زيه بالظبط اسمه سيمتريك ديفرنس. اول لما تقول له الليست الاولى دوت اهو، قول له بس كده ايه دوت سيمتريك، اول ما تقول له SYM اهو بص سيمتريك ديفرنس هيطلع لك اهو، انتر عليه هيقوم ما كاتبه لك. يبقى انت تقدر بكل سهوله تستدعي الامر من غير اي تعب. فقط تكتب اسم الليست اللي انت عايزها سواء كان الليست الاولى او الليست الثانيه دوت، اول ما تكتب SYM هيدي لك سيمتريك ديفرنس، انتر عليها وادي له الست الثانيه. وبالتالي لما تقول له ايه دوت سيمتريك ديفرنس بي هيروح يعمل ايه؟ هيجيب العناصر المشتركه ما بين التو سيتس مع هيجيب جميع عناصر الاي وبي مع حذف العناصر المشتركه حذف نهائي. او اقول له بي دوت سيمتريك ديفرنس اي، بنفس الحكايه هيروح يجيب جميع العناصر جميع عناصر المجموعتين مع حذف العناصر المشتركه حذف نهائي وليس المكرر فقط. طيب كويس جدا. طب لو عايز اقول له هات العناصر اللي موجوده في ست معينه ومش موجوده في الست الثانيه، عايز اقول له ايه؟ هات العناصر اللي موجوده في ست معينه ومش موجوده في الست الثانيه. بستخدم الامر اللي اسمه A ماينس B اللي هو بيكافئ بالظبط B ماينس A اللي هو بيكافئ بالظبط الديفرنس. مش بقى سيمتريك ديفرنس، لا، الديفرنس. احنا قلنا ايه هنا؟ انا عايز اقول له هات العناصر اللي موجوده في ست معينه ومش موجوده في الست الثانيه. يعني اللي موجود في هنا بقول له ايه؟ هات اللي موجود في A ومش موجود في B، اللي A ومش في A ومش في B. وبالتالي لما اقول له رن هيقول لي والله ده العناصر اللي في A وما هياش في B ابراهيم واحمد، وحطهم في ست لان انا عايزهم في ست. او هات لي العناصر اللي في بي ومش موجوده في ايه. وبالتالي لما اقول له رن هيقول لي والله ده اللي في بي ومش في ايه سيف ومحمود وفهد ومصطفى ويحيى واحمد. طيب نفس الحكايه لو انا عايز اقول له هات العناصر اللي في بي ومش في ايه بس بطريقه ثانيه هقول له بي دوت ديفرنس واقول له الديفرنس لمين؟ لايه. هنا بالظبط
كأني بقول له ما هي العناصر اللي موجودة في بي ومش موجودة في ايه. وبالتالي لما اروح ارن في الجزئية دي هيقول لي والله هو نفس الامر اللي فوقيه، لان هنا بالظبط كما لو كانت ايه ما هي العناصر اللي في بي ومش في ايه. طب لو عايز اقول له ما هي العناصر اللي في ايه وما هيش موجودة في بي، نفس الامر بس بقى ايه بقدم الايه الاول ايه دوت ديفرنس ايه ديفرنس بي. وبالتالي لما اقول له كده هيروح يرد عليا بالعناصر اللي في ايه ومش في بي زي ما قلنا اللي هي ابراهيم ومين اللي هي كانت ابراهيم واحمد.